السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ممدوح استشاري عقارات ومحاضر سيلز ريل استيت. ان شاء الله احنا الحلقة دي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، هي المكالمة البيعية الناجحة. ازاي تعمل مكالمة بيعية ناجحة مع العميل بتاعك، سواء انت سيلز فريش او سيلز اكسبيرينس ريل استيت. تعالى نتكلم عن الحوار ده طبعا بعد الفاصل. رجعنا لكم. بالنسبة للمكالمة البيعية الناجحة بتتقسم في 5 خطوات. أول خطوة وهي الجريتنج كول، تاني حاجة الكول سيناريو، تالت حاجة الفريندلي، ازاي تبقى فريندلي مع العميل، رابع حاجة النيدز، ازاي تحدد احتياج العميل بتاعك، خامس حاجة الكلوزنج كول، ودي اللي بتقفل بيها على العميل بتاعك عشان تحدد زيارة. تعالوا بعد الفاصل نتكلم عن أول حاجة وهي الجريتنج كول. بالنسبة يا شباب للجريتنج كول، ودي أول حاجة اللي هي التحية بتاعة العميل. لما حضرتك تبدأ تصبح عليه صباح الخير أو مساء الخير، سواء الموضوع ده قبل الساعة 12 أو بعد الساعة 12، ودي مهمة جدا. وبتلقي التحية دي على العميل، ولازم تكون عارف اسم العميل عشان تقدر، لو العميل ده في الحالة دي لو العميل هو سايب رقمه في ليدز الفريش اللي مبعوتالك من الشركة، أو سواء إذا كان العميل مش سايب رقمه فأنت بتقول له صباح الخير يا فندم، إزاي حضرتك يا رب بخير، حضرتك شرفتنا بالتواصل على المشروع بتاعنا، ونبدأ نتكلم. ده بالنسبة للجريتنج. تاني حاجة اللي هنتكلم فيها بقى ودي مهمة جدا، الكول سيناريو مع العميل. الكول سيناريو دوت أو الحوار اللي بيدور مع العميل، ودي من الحاجات المهمة مع العميل تتكلم فيها في كل التفاصيل اللي تخص المشروع بتاعك. وخلينا نتفق قبل ما نتكلم في الكول سيناريو بتاعت العميل دي، إن حضرتك سيلز ريال استيت راجل استشاري عقاري، مش مجرد انسر ماشين قاعد بيرص في داتا مع العميل ومستني ان العميل يجي له زياره. لا خالص، الموضوع مش موضوع انت بتوزع داتا او بتشرح برزنتيشن وتقعد ترص للعميل في لوكيشن وتفاصيل مشروع وكل الكلام ده كله، وفي الاخر العميل مجرد خد منك داتا وخلاص قفل معاك، حضرتك ولا قفلت على العميل ولا اي حاجه. لا، الكول سيناريو دي مهمه جدا. لازم مبدئيا حضرتك تبقى مذاكر المشروع كويس، تبقى عامل برزنتيشن كويس عن المشروع، لازم تبقى عامل سيرفي عن المشاريع اللي حواليك، تبقى عارف المشاريع اللي حواليك دي ايه المميزات اللي فيها وايه العيوب اللي فيها، ولازم تعرف مشروعك المميزات اللي فيه والعيوب اللي فيه والفايده اللي بتعود على العميل منه. طيب المميزات اللي في المشروع بتاعك تتكلم عليها، والعيوب اللي فيه تحاول تقلبها لحاجه مميزه للعميل. تالت حاجة الفوائد اللي بتعود من المشروع بتاعك اللي انت بتعرضه على العميل، لازم توضحها للعميل الفايدة دي بتعود عليه ايه من المشروع او بتضيف له ايه ميزة في حياته. تمام كده؟ طيب تعالى نرجع تاني للكول سيناريو دي. ممكن نقسمها في 3 خطوات عشان ما نتلخبطش. الخطوة الأولى اللي ممكن نتكلم فيها، أول حاجة اللوكيشن بتاع المشروع بتاعك. تاني حاجة هنتكلم فيها عن الخدمات والفاسيلتيز بتاعة المشروع. تالت حاجة هنتكلم فيها عن الداون بيمنت اللي هي خطة نظام السداد بتاع المشروع بتاعك. نيجي نرجع للكول سيناريو، وأول نقطة فيه وهي اللوكيشن بتاع المشروع بتاعك. حضرتك لازم تميز اللوكيشن ده، هل اللوكيشن ده برايم لوكيشن ولا لأ؟ اللوكيشن ده بتاع المشروع قريب من ايه؟ بينك وبينه مسافة قد ايه للعميل؟ اللوكيشن ده هيعود عليه بعد كده بايه؟ سواء ان هو بيختار حاجه الموقع بتاعه او الكاتيجوري بتاعه كويس جدا، اللوكيشن بتاعه كويس جدا يقدر يستثمر فيه، سواء اذا كان يبقى انفست فيه ايجارات، يقدر يبيع في اي وقت بيع وشراء، يبقى الموضوع بالنسبه له سهل جدا. لازم حضرتك توضح له ان انت مستشار عقاري، مش مجرد انسر ماشين زي ما بقول ان هو مجرد بيديله داتا فقط لا غير، وفي الاخر نرجع نقول احنا ما بنبيعش ليه او ما فيش زيارات ليه،
دي حاجات مهمة جدا لازم تركز عليها كسيلز عشان تقدر تقفل المكالمة بزيارة كويسة او زيارة محترمة، عشان تقدر تحقق عدد حجوزات او عدد تعاقدات على مدار الشهر او الكوارتر التارجت بتاعك. طيب نرجع تاني للنقطة بتاعت اول حاجة اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هي اللوكيشن بتاع المشروع زي ما اتفقنا وقلنا التفاصيل بتاعتها. نيجي للحاجة التانية، وهو لازم اكون مذاكر مشروع كويس من ناحية الفاسيلتيز والخدمات اللي في المشروع، ما اقعدش برضو ارسله في خدمات المشروع في ايه وتفاصيله في ايه، لازم اعيشه جوه المشروع. وبالذات لو انا بتكلم عن حاجة مثلا سكند روم اللي هي يعتبر حاجة ترفيهية، زي لو انا مثلا ببيع مشروع ساحلي لازم انا اتكلم عن تفاصيل المشروع ده بالنسبه له بيفيده بايه. حضرتك واخد حاجه او حاجه استثماريه ترفيهيه، فلازم تتكلم معاه من ناحيه الاستثمار، من ناحيه الترفيه، ايه اللي بيعود عليه، ايه الفايده من المشروع اللي انت بتديهوله، وايه المميز بالنسبه ليك عن المشاريع اللي حواليك. حاجات كتيرة جدا لازم تتكلم فيها. طيب هنيجي نتكلم في البرزنتيشن، نقسم له الخدمات دي او الفاسيلتيز اللي موجوده فيها ايه. اذا كان المشروع فيه سيام مثلا مول تجاري بتقدم له خدمات كتيرة من مثلا هايبر ماركت، مطاعم، كافيهات، حمامات سباحة، اكوا بارك، سواء انت بتتكلم عن المشروع ده زي ما قلت فيرست هوم اللي هو يعتبر سلعة او منتج اساسي، اللي هو زي فيرست هوم اللي يعتبر انا ببيع له مثلا سواء ابارتمنت، شقة في التجمع، في اكتوبر، في العاصمة، في اكتوبر، ايا كان المسمى، ان هي حاجة اساسية، حاجة هيسكن فيها او حاجة هيستثمر فيها برضه. او اذا كنت حضرتك تبيع له حاجة سكند هوم اللي احنا قلنا عليها، اللي هي سلعة ترفيهية او منتج ترفيهي، حاجة عايز يصيف فيها، عايز يستثمر فيها، دي بتبقى حاجة اكسترا بالنسبة له، فلازم تديله الفوائد منها ايه، وايه اللي هيعود من المشروع بتاعك عليه او هيضيف له ايه في حياته. تمام كده. فتيجي تقول كل الخدمات اللي عندك، وبرده ما ترصش الكلام كانه انسر ماشين بتقول له خدمات والكلام ده كله، لازم تعيشه في المشروع. تمام كده. انا اديتك تفاصيل مهمه جدا، بس لو اتكلمنا عن الحاجات دي كتير مش هنخلص كلام. اكيد هنعمل فيديوهات تانية كتير عشان نوضح نقطه من النقط، كل نقطه من النقط دي ازاي نتكلم في كل التفاصيل بتاعتها. هنيجي نتكلم برضو على الحاجه الثالثه، وهي الداون بيمنت بلان بتاعت المشروع، اللي هي خطة أو نظام السداد بتاع المشروع. هنيجي برضو نقول إن حضرتك ما تقعدش تعرض عليه كل خطط أو نظام السداد اللي موجودة عندك بكل تفاصيلها وكل حذافيرها. يعني ما تجيش تقول له مثلا مقدم سداد عندك مقدم 5% على 5 سنين، 6% على 7 سنين، 10% على 8 سنين، وتقعد في المكالمة تطول معاك الHD بتاعتك تفضل ما يقارب حوالي ساعة او نص ساعة في المكالمة، اللي هو الHT اللي احنا كنا قايلينها قبل كده، اللي هو متوسط هندلة الكولا بتاعت العميل بتاعتك. المفروض مكالمة تكون صغيرة عشان تقدر تحدد زيارة، ما تقعدش تشرح له كل التفاصيل وكل حاجة وتديله كل حاجة، وفي الاخر مش هيجيلك. ما هو خد كل التفاصيل اللي عندك، هيسيبك انت للاخر ويروح لغيرك عشان يروح يبص او يشوف ايه التفاصيل التانية اللي مستخبية عنده في المشاريع التانية. قلنا ان لازم مش كل التفاصيل او كل حاجه لازم تشرحها للعميل في التليفون، لازم تسيب حتت كده صغيره ليك انت عشان لما العميل يشرفك او يجي لك الشركه تقدر تحدد معاه ميتنج. لازم تبقى قافل عليه في المكالمه كويس عشان تقدر تحدد منه ميعاد زياره. تمام كده. طيب احنا كده اتكلمنا عن نظام السداد، او ممكن نقول حته تانيه في نظام السداد، الداون بيمنت بتاع العميل. ان حضرتك لازم عشان تقلل معدل المكالمه بتاعتك، ممكن نقول له مثلا نظام السداد بتاعي يا فندم بيبدا من 5%، وانظمه سداد بتصل معايا لحد 8 سنين، وفي اكتر من 10 انظمه تقسيط معايا متوفره. حضرتك ان شاء الله لو اتشرفت الشركه هنقدر نختار النظام اللي يناسبك عشان نقدر نحدد الحاجه اللي حضرتك محتاجها، ونقدر نظبط نظام السداد مع بعض. ده بالنسبه للنقطه بتاعت تنظيم السداد او البرزنتيشن بتاعك، اللي انت لازم تذاكره كويس وتقدر تقوله بطريقه كويسه. هنيجي نتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي النقطة الثالثة من النقط بتاعت المكالمة البيعية، وهي
الجزء بتاع الفريندلي. حضرتك لازم تكون فريندلي مع العميل بطريقه معينه، تمام كده؟ يعني لازم العميل يحس ان انت صديق مقرب ليه، تقدر تختار له، تقدر تكون استشاري عقاري بتاعه مناسب اللي يقدر تختار له اي حاجه في اي وقت، عشان نقطه الفريندلي دي بتفرق مع العميل جامد جدا. بتبدا تطلع لك حاجات كتيره مستخبيه ما وراء الكواليس زي ما بيقولوا عن العميل. العميل ده شغال ايه، ساكن فين، بيحب ايه، متزوج، عنده اطفال، مشترك في نادي معين، شغال في شركه معينه. لازم تحدد التفاصيل دي كلها عشان تعرف انت بتوجه العميل ده فين. ما ممكن العميل ده يكون سيما مثلا عميل بيستثمر، فمثلا انت حضرتك بتعرض عليه وحده مثلا غرفه نوم التوتال بتاعها مثلا 2 مليون جنيه، والعميل ده بيحاول ان هو يستثمر في حاجه اكتر من كده، فانت حضرتك عرضت عليه على حاجه قليله، ممكن ان هو كان ممكن ياخد منك حاجه مثلا ثمنها حاجه مثلا غرفتين نوم ثمنها 2 مليون او 10 مليون ايا كان، اكبر من الرقم اللي انت عارض عليه. في النقطه بتاعت الفريندلي بتاعت العميل، لازم كل ما تكون انت قريب من العميل كل ما تقدر تطلع او تعرف عنه كل تفاصيل حياته عشان تقدر توجهه على الحاجه اللي هو يشتريها كويس. ما تبقاش انت بتعرض عليه حاجه غرفه نوم مثلا ثمنها 2 مليون وهو امكانياته ممكن ياخد حاجه 2 غرفتين نوم ثمنها مثلا 6 مليون، يبقى منها انت ما حددتش تفاصيل العميل هو محتاج ايه. ودي النقطه الرابعه اللي احنا هنتكلم عليها، اللي هي الجزء النيدز بتاعت العميل او احتياج العميل. الفريندلي والنيدز بتاعت العميل، لما انت كل ما هتبقى فريندلي مع العميل كل ما كمان هتقدر تحدد النيدز بتاعت العميل او احتياج العميل ده. هو عايز الوحده دي، هل هو عشان يسكن فيها ولا عايز ان هو يستثمر فيها، او عايز الاثنين اللي هو هيسكن فيها ويستثمر فيها، يقدر يستفاد من الناحيتين. وبرضو الموضوع مختلف بين الفيرست هوم والسكند هوم، بين الحاجات السكنيه ريزيدنشال والحاجات الكوست الحاجات الساحليه. ده برضو ليه نيدز مختلف وده ليه نيدز مختلف. اي نعم النيدز واحد، بس في حاجات بتبقى العميل بيتجه فيها اكتر، فانت لازم تحددها عشان تقدر تقفل عليه كويس، تمام كده؟ طيب هنيجي نتكلم عن بعد ما احنا بنحدد النيد بتاعت العميل ومحتاج العميل، لما نيجي نقفل بقى اخر حاجه في المكالمه وهي الكلوزنج كول. قفلك على العميل مش مجرد انت بتقفل العميل حضرتك هتشرفني الزياره امتى. طب احنا كلنا بنقول للعميل حضرتك هتشرفني الزياره امتى. لا، حضرتك لازم تقدر تعرض عليه اوفر كويس، مش مجرد برضه ان انت بتديله كلام او بتشرح له في كلام وتديله اوفر زي اي حد. لا، حضرتك لازم بمعنى اصح طريقه الاوفر اللي حضرتك بتلقيه على العميل. هنيجي نلقي الاوفر ده ازاي على العميل؟ يعني مثلا هنيجي نقول والله يا فندم انا عندي الوحده دي عليها اوفر خلال الاسبوع ده، حضرتك ما شرفتني ان شاء الله، عندي خصم بنسبه 30% على الوحده دي، ونظام سداد اقدر اوصله لحضرتك مثلا مقدم 5%. المقدم النظام سداد لحد يصل لحد معايا 7 سنين، ممكن اظبط لك المقدم ده على 7 سنين، مع ان الاوفر ده يا فندم حضرتك لو خدت دفعت 5% ممكن تاخد 4 سنين، بس انا عندي الاوفر ده حضرتك ممكن ادي لحضرتك اوفر لحد 8 سنين متواصله، نقدر نقسط بطريقه مريحه جدا، ونقدر ندفع مقدم قليل 5% وناخد كمان خصم 30%. يبقى الفرق في طريقه الاوفر ان انت بتلقيه على العميل، عكس ما انا قاعد برص له كلام وخلاص والعميل قاعد بيسمع مني، يسمع 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 يسمع، وفي الاخر طب خلاص هشوف هرد عليك. لما بتيجي حضرتك بتلقى عليه الاوفر وحضرتك انت شرفتني واتكلمت معاه في كل التفاصيل اللي احنا بنقول عليها، نيجي نقفل عليه اكنك انت كده ايه، اكنك العميل ده كان يعني نايم منك وانت بتفوقه. حضرتك بتديله الاوفر بالطريقه الصح وتقدر تحدد معاه الزياره. طب هقول لحضرتك حضرتك ممكن تشرفني ان شاء الله بكره، طب حضرتك ممكن تشرفني الاسبوع دوت قبل ما الاوفر ده يخلص عشان تقدر تاخد منه ميعاد زياره او ميعاد فولو اب تحدد فيه ميعاد الزياره بتاعك، وتقفل على العميل بطريقه كويسه جدا. وحضرتك لما بتقفل على العميل بطريقه كويسه وتديله اوفر وتعرض عليه الاوفر ده بطريقه محترمه تشد فيها العميل عشان تحدد منه ميعاد زياره يجي لك الشركه، عكس ما انت بتقعد تديله كلام وتوصله في كلام. ما في سيلز كتير مجرد بيشتغل انسر ماشين في التليفون، يقعد يتكلم في تفاصيل المشروع وبرزنتيشن ويقعد يرص 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 ويديله تفاصيل، وتلاقي المكالمه مدت معاه يجي نص ساعه ولا ساعه. طب ما انت حضرتك لما تقعد تتكلم مع العميل مكالمه نص ساعه
وانت عندك يومك او شيفتك كله ممكن يبقى 8 ساعات، ممكن يبقى 7 ساعات. يعني حضرتك هتعمل لي مثلا 8 مكالمات في اليوم، معدل متوسط من 5 ولا 8 مكالمات ل 10 مكالمات في اليوم، يبقى انت كده استفدت ايه؟ لا حضرتك انت المفروض متوسط مكالماتك في اليوم على الاقل تكون عامل لك متوسط 70 80 او 100 مكالمه على الاقل، عشان سواء ال 100 مكالمه دول منهم جزء فريش ليدز ومنهم جزء اولد ليدز او الفولوهات القديمه اللي عندك اللي انت بتراجع عليها على مدار يومك، عشان تقدر تحدد مواعيد زيارات. لان مواعيد الزيارات انت هتحددها حضرتك، مثلا زين حددت مثلا الاسبوع ده 10 زيارات، ممكن يجيلك منهم 5، ممكن يجيلك منهم 3. لازم تفتح شغل كتير عشان تقدر تقفل على زيارات كويسه بطريقه صح، وتقدر تستفاد بقدر ممكن من زياراتك، وتقدر تحدد حجوزات وتعاقدات على مدار الشهر او الكوارتر بتاعك. طبعا طولت عليكم، يمكن اتكلمت في تفاصيل مهمه جدا، بس مش كل التفاصيل، لان احنا لو اتكلمنا زي ما قلنا مش هنبطل كلام. بس ان شاء الله اوعدكم الفيديو اللي جاي برضه هنتكلم بتفاصيل كتيره جدا عن حياه السيلز ريل استيت، وبالذات الناس الفريش اللي داخله في المجال. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس عشان تتابعونا في الفيديوهات الجايه لو الفيديو ده عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.